السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله راكم كامل بخير وعلى خير. في هذا الفيديو تاع نهار اليوم كما راكم تشوفوا، اليوم جبت لكم وصفة الرشتة اللي كنا خدمتها معكم قبل في الفيديو السابق. طريقة الرشتة طبعا الحال راني منزلتها لكم في القناة، طريقة التخزين نتاعها. وهذه هي ما شاء الله كما راكم تشوفوا، يعني بعد ما خدمتها بيوم، بعد ما خدمتها بنهار يعني حطيتها في الكونجيلاتور وخزنتها معكم كما شفتوا. وهذه هي، شوفوا راني اليوم درتها نديرها معكم في هذا الفيديو باش تعرفوا كيفاش جاتنا وكيفاش يعني القوام تاعها يكون، واسكو تبقى محافظه على الشكل تاعها والقوام تاعها. يعني ما شاء الله، يعني نتمنى ان شاء الله يعني تجربوها، ناكد لكم ونضمن لكم بلي ماكمش راح تزيدوا تشروا رشتة نهائيا من برا. وفي نفس الوقت يعني تكون مخدومه في الدار ومعروفه باش مخدومه، وراكي عارفه تكون يعني مخدومه بمكونات يكونوا يعني صحيين وقهوه في نفس الوقت. وهذه هي كما راكم تشوفوا، هذه هي النتيجه تاعها. تبقاو معايا باش تشوفوا طريقه التحضير والمكونات. ما تنساوش اخواتي بالبارطاج وجمل الفيديو اذا عجبكم واذا استفدتوا من هذا الفيديو. عندي اول حاجه هي عندي حبه عبصل متوسطه الحجم تكون مربيه مليح. عندي هنا الحمص يكون منفخ من قبل بليله كامله. والخضره هنا عندي كما راكم تشوفوا بطبيعه الحال على حسب الرغبه نتاعكم وعلى حسب الافراد العائله شي يبغوا. هنايا كما تعرفوا الرشتة يعني طبق عاصمي جزائري تقليدي، يعني لازم تكون فيه الزروديه واللفت والكرجات بطبيعه الحال مغسولين ونقيين. والحبه تاع طماطيش صغيره راح نخليها كامله، يعني ماش راح نقطعها ولا نربيها. كي تخلوها كامله يعني راح تعطي واحد اللون لاصوص تاعنا، يعني اللون يكون شبابي يعني. هذه هي. والدجاج بطبيعه الحال على افراد العائله راني منقيته وغسلته. نديرو هنايا في طنجره السمن ولا الزبده ولا شا تبغوا. كما نعرفوا طبق هذا طبق الرشتة طبق تقليدي جزائري، يعني لازم نديروا زيت وسمن. زيت وسمن هذه هي. نخلوهم حتى يحماو مليح يعني، ونحطوا الدجاج تاعنا يتقلى مليح حتى يتحمر من الجوانب. وينزل كامل هذيك العصاره اللي تكون داخل في الدجاج. بعد ما يتحمر بهذا الشكل هكا نبقاو نزيدوا له الحبه تاع البصل اللي كنا مربينها. بطبيعه الحال اذا عندكم كميه كبيره تاع رشتة وكميه كبيره تاع لاصوص تاع الرشتة، يعني تزيدوا كميه تاع البصل باش تجيكم يعني باش تجيكم سوا. يعني انا هنا درت على حسب افراد العائله تاعي، يعني درت كميه قليله يعني ماشي بزاف. حبه بصل متوسطه يعني حتكون كافيه. وفي نفس الوقت البصل كي تربوه يعني في هذا اللاصوص بالذات تاع الرشتة ولا السقيه تاع الرشتة يعني تجيكم ثقيله وتجيكم بنينه. هذه هي. نقلي مليح هذاك البصل. نزيد الحمص بطبيعه الحال الحمص ماهوش مغلي، على هذا لازم تديروه في البدايه وتقلوه في البدايه مع البصل والدجاج. ونزيد الزروديه، نزيد الحبه تاع الطماطيش كما قلت لكم. حبه الطماطيش تخلوها كامله يعني صحيحه، يعني ترموها في الطنجره تاعكم. تعطيوها هنايا بعد ما تقلوا مليح وتلقاو بلي داك الماء كامل نشف تاع البصل وتاع كل شيء. وتلقاو هكا الزيت بقات غير الزيت وحدها اللي دام وحده. هنا وانت عارفوا بلي يعني هنا تعرفوا باللي لاصوص تاعكم او السقيه تاعكم او المرقه تاع الرشتة راح تجيكم بزاف بنينه. لازم تقلوا بهذه الطريقه هكا. ومن بعد تزيدوا التوابل عندنا شويه تاع قرفه وشويه تاع الفلفل والملح بطبيعه الحال. هذا هما التوابل، يعني ما تزيدوا حتى حاجه. اذا بغيتوا تزيدوا حاجه اخرى زيدوا الزنجبيل يكون مطحون. هذه هي. كما نعرفوا يعني المرقه تاع الرشتة تكون بيضه يعني، وكاين اللي يديرها حمراء، ولكن احنا نديرو هذا الطبق رشتة على اصولو كما يقولوا. نزيد هنايا عود تاع قرفه، ونزيدو رشه تاع سكر يعني. تخلي لاصوص تاعنا تخلي يعني حلوه يعني وتجيب بنينه. هذه هي. ونمرقوا بالماء السخون. احنا لازم تمرقوا بالماء السخون لانه الدجاج تاعنا يعني راح يعتبر يعني بدا يدخلوا الطياب يعني. نمرقوا هنايا على حسب يعني ما ديروش شورورو، يعني تمرقوا على حسب سيرتو راكم راح نديروا كيكوطه وكيكوطه تاعكم تكون ما تنشفش، يعني على هذا ما تقووش الماء باش ما تجيكمش السقيه تاعكم مايها. هذه هي. ونقفل عليهم ونخليهم يعني حتى يطيبوا على جهه. ونزيدوا هنايا نجو للرشتة تاعنا. سهله بالبزاف يعني، اي واحده تقدر ديرها يعني وعينكم مغمضين. هنا
هنا كما شفتوني جبتها من كونجيلاتور وخليتها تكونجلا، يعني جبتها من الصباح وخليتها يعني ديكونجلا في الفريجيدير يعني غير من تحت. وهذه هي شوفوا كيفاش يعني كيما حطيتها ما شاء الله، كيما حطيتها في الكونجيلاتور كيما راهي يعني ما تبدل فيها ولا شيء. ندهنها فقط بشويه تاع الزيت. وطبيعه الحال عندي القدره والكسكاس راهم يعني دايره الماء يغلي يعني في القدره. انا ندهنها بالزيت مليح مليح يعني نغلفوها كامل بالزيت ونديرها تفور في نديرها تفور في الكسكاس التفويره الاولى. هنا بدينا بالمرقه كما شفتوا ولا السقيه باش نسقوا بها الرشته، يعني باش نشربوا منها الرشته. انا يعني للشهاده لله يعني الرشته بعد ما فورتها التفويره الاولى يعني ذقتها، يعني الملح تاعها كان كانه موزون، يعني الملح تاعها ما كانش ناقصه، يعني ما شاء الله يعني جت بزاف بنينه، يعني حتى اني ما قدرتش يعني هي اصلا كانت بنينه، يعني رشته تقدروا تدهنوها بهذه الطريقه هكا تدهنوها وتاكلوها، يعني ماشي محتاجه اني نسقيها يعني بالمرقه تاع الدجاج. وما ما سقيتهاش لانه بزاف كانت بنينه والملح تاعها كان معتدل، كان يعني سوا يعني على هذا احتجت يعني اكتفيت فقط بالماء. انا بعد ما فورتها تفوروها التفويره الاولى 20 دقيقه، تخلوها تفور مليح يعني لازم تطيب 20 دقيقه، ما تزيدوها حتى دقيقه. طبيعه الحال على حسب النار تاعكم، اذا كانت قويه ولا كانت يعني متوسطه. اذا كانت النار تاعكم قويه والفوار يخرج بزاف يعني ممكن تكون اقل من 20 دقيقه، انتم تعرفوا. يعني هنا زدت لها شويه تاع الملح، غير شويه فقط، يعني ماشي بزاف كما شفتوا، يعني ماش باينه اصلا تاع الملح. ونخليها تتشرب، يعني شربوها الماء، يعني تبقاو تشربوا فيها، يعني هي تشرب ما تزيدوا لها يعني وما تكثروش، يعني طبعا غير ترشوا هكا، غير ترشوا غير بشويه وتخلوها يعني تشرب. هذه التفويره الاولى لازم تخلوها تريح، يعني بعد ما تفوروها وترشوها بالماء وترشوها بالماء، اذا كان خاصها الملح تزيدوا لها الملح، تخلوها تبرد، يعني تخلوها تريح مليح تشرب مليح. كم بعد ما تنشف وتولي بهذا الشكل كما راكم تشوفوا، بعد ما خليتها بردت وشربت الماء تاعها ودات الماء تاعها الكافي، نزيد نفورها التفويره الثانيه. راح تفور غير 2 تفويرات، يعني ماش محتاجه تفور 3 تاع التفويرات. وانتم اذا مثلا شريتوا رشته من برا ولا لقيتوها يعني مازال خاصها تفوار، فوروها التفويره الثالثه. هنا راني نقول لكم هذه التفويره الثانيه، ومن بعد خلاص يعني ما زيدوش فورات التفويره الثانيه وخلاص، يعني ندهنوها بالزبده. وهنا يرى المرقه ما شاء الله، شوفوا كيفاش جات يعني على قانيها كما يقولوا. هنا التفويره الثانيه راح ندير لها الزبده. واذا عندكم من الاحسن عندكم دهن تاع البقره ولا راح تكون يعني البنه متضاعفه. هنا شويه تاع الزبده عندي غير مارغرين، يعني راح ندهنها مليح مليح يعني ونخليها حتى تدفى واحد شويه وتقدموها، يعني راهي بزاف حاميه. ونبقى ندهنها، لازم تدهنوها مليح، لازم كامل يعني تدهنوها بالزبده بهذا الشكل. ولا تستعينوا بفرشيطه ولا حاجه لانه تكون بزاف حاميه. وتحاولوا هكا داك الدهان هكا ولا ديك المارغرين نحاول نذوبها شويه في يدي باش كي نولي نرفد في الرشته ونخلط فيها، يعني تولي يعني يوصلها ليدان. هذه هي نبقى نوصل بهذا الشكل هكا. شوفوا ما شاء الله يعني يعني تصعد وحدها ما شاء الله، يعني بزاف بنينه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وخدموا كميه، يعني حتى تقدروا ديروها كمشروع، يعني وتحتفظوا بها في الكونجيلاتور وتبيعوا، يعني ما شاء الله تقعد يعني ما يصير لها والو، يعني تبقى كما تحطوها في الكونجيلاتور كما تبقى. شوفوا ما شاء الله، يعني ما مقطعه، ما هي، ويعني ما شاء الله محافظه على شكلها، محافظه على القوام تاعها، يعني ما شاء الله اللهم بارك. هذه هي. ونبقى هنا نقدمها في نفس هذا القصعة، هذه الجفنة، يعني ما راهيش كبيرة بزاف، يعني راهي صغيرة. يعني بطبيعة الحال التزيين يكون على حسب كل وحدة واش مقدور تاعها. هنا راني نسيت باللي راح نحط الدجاج في النص، نسيته نهائيا. على هذا درت تقدروا يعني اذا درتوها باللحم تقدروا ديروا هذا الديكور هكا وديروا اللحم على الاطراف. هنا انا نسيت باللي نسيت الدجاج نهائيا صراحه، ما نكذبش عليكم، نسيت الدجاج نهائيا. درت الطبسي في الوسط، ما تفكرت باللي الدجاج وين نحطه، يعني رحت يعني قلعته ودرت الدجاج في بلاصه في النص هكا، في بلاصه هذا البول تاع الشوربه. هذه هي. وهذا هو التزيين، يعني تزيين معروف عند الجزائريين، التزيين تاع الرشته معروف يعني. وهذا هو التزيين تاعها.
تزينوها يعني كيما تبغوا، وديروا الخضره كيما تبغوا. بطبيعه الحال راح نزيد شويه تاع الحمص، طاب زبده، طاب ما شاء الله الحمص، ديروا هكا واحد شويه مع الحواشي هكا. هذا هو التزيين، بسيط وسهل يعني. طبعا الحال يعني انا عارفه بلي بزاف ناس يعني يعرفوا يديروها، وبزاف ناس يعني يعرفوا يديكوري، وبزاف ناس يعرفوا يلخروا، ولكن كاين بنات يعني مقبلات على الزواج، كاين بزاف يعني ما يعرفوش، بزاف يعني تخفى عليهم الديكور يعني. ومع كاين اللي مثلا كيكون عندها ضيف ولا حاجه يعني يعني تتقلق وتنسى كامل الديكور، وتنسى كيفاش راح دير لهذه الحاجه رغم انه هي بسيطه. على هذا يعني هذا هو التزيين تاعها. نتمنى ان شاء الله يعني تكون عجبكم، تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو تاع نهار اليوم، ونتمنى تجربوها وما تبخلوش عليا بلايك واشتراك في الفيديو. ودمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة. شاهدكم في الجنة ان شاء الله، بزاف هايلة بزاف بنينة صدقوني ما شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة، الى فيديو قادم ان شاء الله.